في هذا الفيديو رح احكي عن كرتون فلاب جاك وعن اهم الاشياء في الكرتون، زي قصة موت كناكلز، وهل وجدوا جزيرة الحلوى، وهل هي حقيقية اصلا ولا لا، واسرار اهم الشخصيات في الكرتون، واكيد الملخص الكامل من البداية للنهاية. الكرتون بيحكي عن صبي صغير اسمه فلاب جاك ومعلمه الكابتن كناكلز وحوتهم الناطق المسمى بابي، اللي بيواجهوا العديد من التحديات لتحديد موقع المكان الاسطوري المسمى بجزيرة الحلوى. وبتقول الاسطورة انه مكان مصنوع بالكامل من الحلوى ولا شيء اخر، ولكننا مش متاكدين اذا كان هذا المكان حقيقي ام لا. هلا مين هو هذا الرجل كناكلز اللي بيدعي انه اعظم قرصان في العالم، شخصيه مهمه في مغامرات فلاب جاك؟ هذا العجوز الذي يعد بحار ناجح ودائما ما يتكلم عن مغامراته الجريئه وقصصه الخطيره، ولطالما نجح في ابهار فلاب جاك بهذه القصص، من قتال مع وحوش في البحار الى اصليات كنوز مفقوده. قصص كناكلز كانت دائما اكبر مما يمكن تخيله، ومش من السهل علينا مقاومه سحر قصصه المبالغ فيها والحماس الذي تجلبه لفلاب جاك. ولكن رغم سعادته الظاهره الا انه كناكلز كان لديه ماضي مليء بالحزن والبؤس. اول الذكريات اللي تركت اثر فيه هي حفله عيد ميلاد صديقه في المدرسه، لما قام اصدقائه باعطاء اخر دعوه للمعلم بدل منه، وهذا يمكن السبب اللي خلاه يتخلى عن المدرسه، وانه امي لا يقرا ولا يكتب. وفي حلقه كناكلز جيرة قذر بنعرف القليل عن والديه، زي ما انتم شايفين انه كان هناك مارد سحري في القصه، ويقال انه حول والدي كناكلز الى نوارس. So anyway, I still haven't found that magical genie who turned you two into birds, Mom and Dad. I'm working on it. بس كان هون في حدث غير متوقع، كان كناكلز مصاب بتسمم غذائي عندما حدث ذلك، لكننا مش متأكدين إذا كانت هذه القصة حقيقية أم من وحي هلوساته. وفي أحد الحلقات بنشوف والد كناكلز لأول مرة قبل أن يتحول إلى طائر النورس، وعلى ما يبدو إنه ذهب للقيام ببعض أعماله الغير معروفة قبل أن يتحول إلى نورس. I have to go into the sewers now, Knuckles. It's important. If I don't come back, the Dookie and the rats got me. Okay, Pappy. وفقد كناكلز يده بسبب حادث مع ماكينة هرس الطعام عندما كان مراهقا، وعندها قام بناحية يد من الخشب، وهي اليد التي يستعملها خلال الكرتون كامل. وعندما كان طفل صغير أخبرته والدته كيف أنه في كل عام في يوم المد المنخفض كان الناس يعلقون أحذيتهم في الماء، وفي اليوم الثاني سيجدون فيها هدية، وهو بفعل ذلك بالضبط. ولكن في اليوم التالي كان الصندوق فارغ. اكتشف أنه الأطفال السيئين لم يحصلوا على أي هدايا، بدل من ذلك تم طردهم من قبل الحوريات كعقاب، ووجد نفسه بعد يعمل على متن سفينة ذات يوم. وبما انه فتى صغير كان القراصنة الاخرين يتنمرون عليه وتركوه يطفو في عرض البحر على قطعة من الجليد. ولكن بعد العديد من المحاولات والاخطاء حصل كناكلز على شهادة القبطان اخيرا، وكان سعيد للغاية فيها وهو بيبحر باول سفينة له، ولكنها مع الاسف غرقت. ولكن مثل العديد من القصص وكانت هذه القصة كذبة كمان، وانه في الواقع فشل في الحصول على الشهادة، لذلك لم يصبح قبطانا رسميا ابدا. Here's your failing papers. Thanks. I'm gonna party. وكان عذر القبطان انهم كانوا بيكرهوه، ولكن عرفنا انه لم يكن يجيد فعل اي شيء ما عدا رمي المرساة. لكن القبطان اراد مساعدته لكي يتعلم، ولكن لانه كان متهورا فقد ضرب بدن السفينة بقبضة غاضبة، واكيد حطم السفينة ثم قام بعدها بالهرب على سطح قارب. وبعد شوية وقت قام كناكلز بدعوة جده الى عيد ميلاده الثامن، والذي كان يدعي انه سيكون حاضرا سواء حيا او ميتا كشبح. ولكن لسوء الحظ لا احد اتى الى حفلة عيد ميلاده، ولهيك بظن انه جده مات والاشباح غير حقيقية. ولكن اتضح انه جده كان حي طوال ذلك الوقت، وادعى انه الحفل كان في الاسبوع الماضي فقط، وانه الحفله كانت في منزله، ولكن كناكلز لم يظهر هناك، وهذا بيدل على انه يخلق حكايات ويقوم بتزييفها لكي يحصل على ما يريد. وخلال ايام مراهقته كان بيرتدي سمكه كصندل حتى وقعت عينيها على حذاء فخم، واستمر في لبس نفس الحذاء في كل حياته. وفي احد المرات كان بيبحر مع رجل يدعى مايك اللي لعنه البحر، لذلك قامت آلهة البحر بمعاقبته بعاصفه، وجعل قناديل البحر تقرصه دائما، وقد كانت قرصات القناديل قويه لدرجه انها الصقت فم مايك واحباله الصوتيه معا، مما جعله صامتا الى الابد. اما من ناحيه الحياه العاطفيه فانه اول حب لكناكلز كان فتاه رائحتها كرائحه احشاء السمك وبقاياه، وبقدر ما تبدو لطيفه فقد قام بدفعها عن رصيف الميناء. حياته العاطفيه لم تكن جيده بعد ذلك، لانه في هذه المره كان بوعد اجمل فتاه في الميناء، ولكن عندما فتح عينيه وجد انه كان يحاول تقبيل نفسه، لانه كان اقبح من ان تقبل به تلك الفتاه الجميله. وفي حلقه ألم في معده بابي كناكلز اخبرنا انه هو قبل ان يقابل فلاب جاك وبابي كان مرافق فتى اخر اسمه تابن سحوت اخر، وانه قام بارسال الفتى الى معده الحوت لكي يحضر له ساعه يده الذي فقدها، ولكن كانت تلك اخر مره راى فيها تابنس. وفي احد المرات حاول ان يعير مظلته لامراه في عاصفه رعديه، ولكن البرق ضربها مباشره، ولكنه حاول ان يكون لطيفا مره اخرى وحاول ان يمدح بعض الساحرات، ولكن انتهى به يتلقى صعقات منهم. كل هذا جعل منه شخص سيء لا يبالي من هو عليه الان، ولكن في اعماقه هو مجرد طفل كانت طفولته تعيسه. وهذا بذكرنا بدكتور شر ابو الاشرار من كرتون فارس وفادي اللي لهم نفس الشخصيه، اللي عملت عنه فيديو كامل. روح شوف الفيديو بعد ما تكمل هذا الفيديو للنهايه. هلا كيف التقى كناكلز ببابي وفلاب جاك؟ في مره من المرات كان فلاب جاك وبابي يبحران في المحيط، ووجدوا الكابتن كناكلز يغرق ثم انقذوه من البحر المخيف، ومن هذه اللحظه اصبح كناكلز يشاركهم مغامراته. وعندما ذكر كناكلز جزيره السكاكر تحمس فلاب جاك واصبح مصر على ان يصبح مغامرا تماما مثل كناكلز، ومن هذاك الوقت اصبح فلاب جاك لا يفارق كناكلز
كناكلز وجاهز لاي مغامره تظهر في طريقهم. وبالرغم من مظهره المثير للجدل كناكلز يعتبر نفسه انسان، ومع وجود تلك الصفات الفريده بالنسبه له، وواحد صفاته الفريده هي شعيراته اللي بتمنح مظهر ازرق لشعره، ولكن المثير للسخريه انه الشعيرات اللي على جانب فمه هي مزيفه ولهيك بشعر بالخجل منها. وكناكلز عنده كثير من الندوب والاوشام والتي تظهر عندما يخلق قميصه. منظره فريد ومثير للاهتمام خاصه مع اطرافه الخشبيه، وعنده ارجل وايدين خشبيه، كما ان له مؤخره مصنوعه من لوح خشب وحزام، وهي فريده للغايه الصراحه. ولكن في حلقه التمني حصل على فرصه للرجوع الى شكله الاصلي كانسان كامل الاطراف، لانه قام بتمني امنيه من قلب حريه البحر. تحول سحر رائع، ولكن الامر حدث لبضع ثواني قبل ان يعود الى شكله السابق واللي بنشوفه بكل الكرتون. هلا كيف وجدت بابي فلاب جاك؟ قبل حوالي 11 عام من بدء الكرتون حدث اشي سحري جدا. كانت بابي تسبح للتو في البحر عندما عثرت على حزمة من الاعشاب البحرية. داخل تلك الحزمة كان هناك طفل صغير لطيف، ووقعت بابي على الفور في حب هذا الطفل الصغير واعلنته ملاكها الصغير. بس هون بدأت الامور تصبح مثيرة للاهتمام. مر رجل بجانب بابي على متن قارب ببيع الفطائر، واسم كان هذه الفطائر فلاب جاك، والطفل فلاب جاك احب لفلاب جاك، وكانت هذه اول كلمة له، فقررت بابي تسميته فلاب جاك. ومن تلك اللحظة أصبح فلاب جاك جزء من عائلة بابي، وأخذته أكيد إلى ستورمالونج ورفعته على إنه ملكها. بس هلأ شو هو ميناء ستورمالونج؟ في عالم فلاب جاك الغريب يعد ستورمالونج رصيفا فوق البحر حيث تدور فيه جميع مغامرات فلاب جاك. في بعض الأحيان يبدو كأنه ميناء مناسب الحجم حيث تكبر المباني كلما تقدمت نحو مركزه، بس في حلقات أخرى لما نشوفه من فوق ببين وكأنه شكله صغير. هذه الأشياء اللي بخليك تتساءل عن ضخامة هذا المكان. وميناء ستورمالونج مقسم إلى قسمين، الجزء السفلي والجزء العلوي. في الجزء السفلي فيه السفن الصاخبة والمتاجر الغريبة والاشخاص الذين قد لا يسبحون في الثروات، وبتم ادارته من قبل شخصيه اسمها دوك هوج اللي عنده طريقه مميزه في حفظ النظام. هلا خلونا نروح للقسم العلوي من ستورمالونج اللي بيقيم فيه اثرياء ستورمالونج. هذه ارض الاثرياء حيث يمكن العثور على المنازل الفخمه والحدائق المشبثه، وفيها بعض الاماكن المزروعه بالنباتات المرتبطه بالمنطقه. هذا بيضيف لمسه من الطبيعه الى الحي الفاخر. هذا المكان اجواءه مختلفه تماما مع عقارات فاخره وشعور بالعصريه. وبحيط الميناء بعض المناطق الخطيره جدا مثل بحر الاسنان، لهيك هو ليس لضعفاء القلوب فقط، البحارة الاقوياء والمغامرين يجرؤون على المغامره في تلك المياه. احنا بنعرف بالفعل انه بابي هي اقرب تجديد الى والده فلاب جاك، ولكن ما لا تعرفه هو انه داخل جسم الحوت العملاقه لبابي هناك منزل كامل لفلاب جاك وكناكلز، حرفيا منزل كامل، حتى انه عندهم حمام خاص فيهم داخل بابي. ولما يكون فلاب جاك وكناكلز في فم بابي فانها بتكون حريصه على عدم تحريك لسانها علشان اكيد ما تدمر منزلهم المريح، ومع ذلك لا يزال بامكانها التحدث عن طريق تحريك لهاتها. من المؤكد انه الحياه تصبح غريبه عندما تعيش داخل بطن حوت تتحدث. بابي هي حوته جريئه، خليني اقول لكم انها عندها غريزه قويه عندما يتعلق الامر بحمايه فلاب جاك، وما بتقدر تتحمل التاثير السيء عليه، واللي دائما ما بيوقعهم في المشاكل، لانه بابي تريد فقط ان يبقى فلاب جاك على طبيعته الملائكيه اللطيفه. بس وعلى الرغم من موقفها البغيض من كناكلز الا انه بابي بتهتم به وكانه فرد من العائله. هم جميعا مثل ثلاثي مختل عقليا، ولكنهم ظريفون بقدر ما يسببون الفوضى كما يعتنون ببعضهم البعض. وغالبا ما بتذكر بابي رغبتها في الطيران مثل الطيور، واللي تحققت نوعا ما في حلقه انا اراك لما ركبت على متن منطاد هوائي. وبغض النظر عن كل اللي حكيناه فهي شخصيه طبيعيه ومحبوبه تضيف الكثير من العمق للعرض. وفي كمان اشي مثير للاهتمام ببابي، فهي كانت مهووسه بصغرها بالفطائر. لما كانت صغيره في السن شاركت في مسابقه اكل الفطائر وفازت، ولما كانت بتحتفل كانت امراه تدعى راعث تخبز الفطائر للقراصنه، وكانت على وشك اختيار زوج لها. ولكن ولان هوس بابي بالفطائر كان كبير فانها اقتحمت مندل روس وابتلعت كل اشي بما في ذلك روس نفسها. ومن هذاك الوقت روس بتعيش داخل بابي، وكانت بتحاول تخبز الفطائر لانه لم يكن لديها شيء اخر تفعله. ولحسن حظ روث فلاب جاك انقذها على الرغم من كونها كبيره جدا في السن. افضل مكان في الميناء بالكامل هو كاندريلي بار اللي بيشبه قلب ميناء ستورمالونج. المكان بيشبه قطعه من الحلوى على شكل برميل، وصاحبه اسمه ليري وزوجته كاندي. وخلوني اقول لكم انهم بيصنعوا الحلوى بشكل جيد للغايه، فهم بيقدموها للبحاره والقراصنه كما لو كانت افضل انواع المشروبات. وكان هذا المكان المفضل لفلاب جاك والكابتن كناكلز كلما كانوا يريدون كوب مليء بالحلوى. المشكله الوحيده فيهم انه كانوا بيهربوا دائما قبل ان يدفعوا مقابل الحلوى. وفي كمان شخصية أخرى مثيرة للاهتمام في الكرتون وهي الدكتور باربر، فهو طبيب محلي وجراح وعلاق في ميناء ستورمالونج، بيدير صالون حلاقة وعيادة طبيب بجوار بعضهم البعض. الطبيب هذا كان الأكثر غرابة في البلدة، هذا الرجل عنده هوس غير طبيعي بالجراحة ووظيفته كطبيب، كما إنه البعض من السكان بيقولوا إنه مجنون بعض الشيء لأنه بيسعد بإيذاء مرضاه لأنه يظن إنه الأمر ممتع. هو شخص فاسد للغاية، أعتقد إنه سبب في الغالب هو إنه يفتقر إلى المبادئ والأخلاق المناسبة، لأنه عنده بعض السلوكات الغريبة مما يجعله غريبا تماما. في بعض الأحيان ينتهي به الأمر
الامر عن غير قصد الحاق الضرر اكثر مما ينفع، وهذا اشي مش جيد لسمعته كطبيب. بس هو في مزاج جيد بيستمتع بالاعتناء بسكان ستورمالونج لانه عنده مهارات عبقريه حتى لو كانت عنده طرق ملتويه. ولكن بالرغم من مهاراته الطبيه باربر منعزل ووحيد، فهو بيعيش مع والدته ولا يبدو وكأن لديه الكثير من الاصدقاء. الامر محزن نوعا ما. رح احكي لك كمان حقيقه غريبه عنه. في حلقه رؤوس السمك اتضح انه لديه عاده حتى يقوم باطعام كل الشعر الذي يكنسه الى مخلوق مخبأ في القبو. ولكن في امر محير، كيف لمحله يمكن ان يكون له قبو وهو يقع مباشر على رصيف الميناء فوق البحر؟ هذه من الاسرار اللي بتخليك تحك راسك وتتساءل عن الاسرار الكامنه تحت سطح ميناء ستورمالونج. وفي احد المرات كان الطبيب بشعر بالحزن لانه لا احد يريد مهاراته الطبيه، ولان فلاب جاك طفل ذكي فاقتنع له صديقا من الحلوى، ولحسن الحظ فقد اعجب الطبيب بهذا الصديق، وعندها قرر الطبيب مغادره ستورمالونج لان لا احد بحاجه اليه. ولكن عندما كانوا مغادرين ظهر سكان البلده يائسين وباحثين عن علاج، ولكن الطبيب بربر رفض وقال انه سيغادر مع صديقه الحلوى، وهذا اللي اغضب سكان البلده، لذلك حاولوا مهاجمته وارادوا التخلص منه. بعدها حاولوا الاختباء عند لاري، ولكن عندما اكتشف لاري انه صديق الحلوى معجب بزوجته قام بتسليمه للسكان الغاضبين. وفي النهايه حاول صديق الحلوى اختباء مع فلاب جاك في الخزانه، ولكن كان هناك تلميح انه سكان البلده قاموا باكله. وفي هذه الحلقه اللي بعتبرها من اجمل حلقات فلاب جاك، التقى فلاب جاك برجل وضع كيس على راسه، واتضح فيما بعد انه وعائلته يبيعون امشاط الشعر كمصدر رزق. عندها قرر فلاب جاك مساعدته لكي يبيعها في ميناء ستورمالونج، ولكنه انزعج من تنكره، لذلك قرر الذهاب الى الطبيب باربر والذي كان يريد شراء امشاط الشعر على شرط ان يخلع ذلك الرجل الكيس الغريب. واحذروا شو اللي ظهر عندما فعل ذلك. تحت الكيس كان اوسم رجل في العالم، ولكنه كان بغطي وجهه لانه اراد الناس ان يهتموا بالامشاط الشعر وليس وجهه. ولكن سكان ستورمالونج اجتمعوا لكي يروا وجهه، ولكن رفض ذلك وقرر المغادره مع عائلته. وفي حلقه حشرات الحب التقى فلاب جاك بفتاه اسمها سالي، وكانت بتبيع الاصداف، وعندما راها للوهله الاولى ظهر قلوب الحب على راسه. ولكن كنكل زعر واخبره انه اسوأ شيء قد يحصل للبحار هو الوقوع في الحب. وبعدها توجهوا الى برميل الحلوى، وقام ناري بتذوق حلوى القلوب واحبها جدا، لذلك قام باعطائهم الكثير من الحلوى مقابل القلوب. واكيد راى الكابتن كنكلز انه هذه فرصه ذهبيه، واجبر فلاب جاك على ان يحضر المزيد من تلك القلوب. لاري كان سعيد جدا وكان ببيع تلك القلوب بكثره، لدرجه انهم قاموا بدعوه سالي الى برميل السكاكر ووعدوها اكيد بالطعام المجاني، ولكن ذلك كان مجرد خدعه لجعل فلاب جاك ينتج المزيد من القلوب. ولكن سالي شعرت بالقرف لفكره انه فلاب جاك كان بحبها، ولكنها قررت مساعدتهم على اي حال. عندها قرر الطبيب باربر بالظهور وفحص السكاكر ليتضح انها كانت في الواقع بعوض دماء، وانه فلاب جاك اصيب بهذه الحشرات عندما تفحص واحده من صدفات سالي، ومن هون اصيبت البلده كامله بالعدوى. لكن سالي توصلت الى خطه نقل ملكه البعوض الى جزيره الدم، مما يؤدي الى ابعاد الحشرات عن ميناء ستورمالونج. وفي النهايه لاحظ فلاب جاك قلب فوق راس الكابتن كنكلز، ورغم انه ابعده الا انه من الواضح انه كنكلز كان وقع في حب زوجة لاري. وبيقول بعض المعجبين انه عندهم نظريه مجنونه حول انه الكرتون كامل بدور في راس فلاب جاك، لانه طفل مضطرب بحاول حل مشاكله، وانه كل شيء في الكرتون هو مجرد حلم او شيء ما، وانه الكابتن كنكلز وبابي هم شكلين من خيال فلاب جاك يمثلان جوانب اخرى من شخصيته. النظريه منطقيه في الواقع لانه ميناء ستورمالونج مكان غير منطقي، ولانه البلده كلها غريبه، بتكون كبيره وصاخبه واحيانا بتكون صغيره من الاعلى. وما تخلونيش احكي عن الشخصيات الغريبه في الكرتون والاماكن الغير منطقيه، وكانه فلاب جاك عنده مخيله جامحه. هذه مجرد نظريه ولكني بعتقد انها اقرب للحقيقه. بالنظر الى الهوس المرضي بالسكاكر، فلاب جاك وكنكلز كان لهم هدف واحد كبير، وهو العثور على جزيره السكاكر، المكان اللي بيقدروا فيه تناول السكاكر بقدر ما يريدون. في حلقه جزيره كامل كابتن كنكلز وفلاب جاك وجدوا نفسهم عالقين على جزيره اعتقدوا انها الجزيره المشهوره بالسكاكر، ولكنهم كانوا مخطئين وعثروا على مخلوق مخيف اسمه كامي. وبينما كان بيحاول كنكلز الهروب عن طريق بناء قوارب كانت بتتحطم وتتآكل، حاول فلاب جاك تكوين صداقه مرضيه مع كامي وساعدها على ايجاد بعض الطعام. وهون بنلاحظ ان قدرات كنكلز في البناء تحتاج الى التدريب، ولحسن الحظ اشفقت كامي عليهم ومنحتهم قارب لكي يبحروا به الى الميناء. وفي وقت لاحق وفي حلقه حلاقه وقصه شعر اكتشف كنكلز خريطه كنز مخبأ داخل فم بابي، وكان بيقتنع انها رح تاخذهم الى جزيره السكاكر. ولكن قبل ان نبدا مغامرتهم من شقها كان فلاب جاك بحاجه الى قصه شعر جديده لكي يروا الخريطه، ولكنهم ما كانوا بيعرفوا انه الحلاق المخادع سرق الخريطه اللي خلاهم يلحقوها علشان يسترجعوها عبر التحف القديمه. واخيرا نجح فلاب جاك في استعادتها، ولكنهم اكتشفوا انه الكنز الحقيقي ليس في السكاكر بل هي برابط الصداقه الثمين. وبحلقه كيف كان الغرب ممتعا كان هذا اليوم يوم ميلاد فلاب جاك، ولكي يحتفلوا به قام الكابتن كنكلز وفلاب جاك بمغامرتهم للبحث عن جزيره السكاكر. وعلى الرغم من كل الامور المجنونه اللي حصلت حواليهم مثل احتراق السفن والوحوش الغريبه، كان فلاب جاك غافل عن الخطر الحقيقي وكانه في عالمه الخاص. وكلما ذكر الذهاب نحو الغرب ظهرت جميع انواع المخلوقات الغريبه مما جعل الامر اصعب عليهم. وبعد مده استسلم بابي والكابتن كنكلز وقرروا العوده الى البلده والاعتراف انهم لم يجدوا شيئا هناك. ولكن فلاب جاك كان مصمم على ان يتجه الى الغرب حتى انهم قاموا ببناء قارب لكي يكملوا الرحله. ولكن الامور تعقدت عندما بداوا يهلوسون بعد ان شربوا ماء البحر، ولحسن
حظ بابي كانت هناك وانقذتهم ورجعتهم الى بر الامان. حتى الان لازلنا لسنا متاكدين ما اذا كانت جزيره السكاكر حقيقيه ام خياليه، ولكن ما سيضع حد لهذه الحيره هي حلقه فوق القمر. فلاب جاك وبابي وكناكلز كانوا هاربين من ولد ذو 8 اذرع عندما قامت بابي بالاصطدام وارسال فلاب جاك وكناكلز يطيرون الى القمر. وكناكلز بكونه طليق اللسان قام باقناع القمر بانه ملك القمر، واقناعه ايضا بارسالهم الى جزيره السكاكر، ولكن الامور انقلبت الى فوضى عندما خرج القمر عن السيطره وسبب الكثير من الدمار في طريقهم الى البحث عن جزيره السكاكر. بس حصل ما هو غير متوقع، الاله بوسايدن ظهر واصلح كل شيء، كما انه اخبر القمر انه لا يوجد ملك للقمر وان عليه الاستماع لاوامره فقط. ولهذا السبب غضب القمر ولام كناكلز على كل المشاكل اللي كانوا فيها، كما انه رفض اخذهم الى اي مكان، ولكن عن مسافه بعيده لاحظ فلاب جاك وجود جزيره السكاكر، ولكنه خشى الذهاب اليها لان القمر كان الطريقه الوحيده للعوده الى بابي. وهون قام كناكلز بقرار جريء والقفز عن القمر، ولكن جاذبيه القمر منعتهم من ذلك. كان الامر معقد كثير لهم لانه جزيره السكاكر كانت حلمهم منذ وقت طويل. في النهايه فلاب جاك نجح في تذوق جزيره السكاكر ولعقها بلسانه قبل ان تعيد جاذبيه القمر اليه. الامر كان محزن وسعيد في نفس الوقت، ولكن على الرغم من انهم لم يطؤوا باقدامهم على الجزيره الا انهم عرفوا انها مكان حقيقي، وكان فلاب جاك الشخص الوحيد على الاطلاق اللي تذوقها. هلا رح نروح للحلقه الاخيره من الكرتون. في الحلقه الاخيره من الكرتون هوس فلاب جاك وكناكلز بالسكاكر قادهم الى مغامره مدتها اسبوعين تحت الماء وتحولهم الى اسماك، وبعد ان عادوا الى طبيعتهم واسترجاع اطرافهم بفضل رجال البحر رجعوا الى ميناء ستورمالونج، ورجعوا للميناء متخفين البحث عن المزيد من السكاكر، ولكن هويتهم الحقيقيه انكشفت وبدل العوده الى سمك اصبحوا نسخ حيه من نفسهم، اقصد نسخ حيه حقيقيه، وهيك مجددا تم نفسهم من ستورمالونج. ولهذا السبب قاموا بالابحار مع بابي في الرحله للبحث عن موطن جديد. انتهت الحلقه بمشهد مضحك للثلاثي وهم بيبحروا الى غروب الشمس، ووجه بابي كان بشري لشده تناولها السكاكر. هلا رح احكي عن علاقه كرتون فلاب جاك مع وقت المغامره. ما فكرت يوم من الايام عن علاقه الكرتونين في بعض وكيف انهم متصلين ببعضهم البعض؟ فكروا في الامر، ماذا لو كان ميناء ستورمالونج هو بلده مبنيه من حطام السفن بعد حرب الفطر واللي بنعرفها من وقت المغامره؟ اكيد الامر مجرد نظريه ولكنها معقوله جدا. وكمان رحله فلاب جاك في البحث عن جزيره السكاكر قد تكون صله خفيه لمملكه الحلوى، وكمان من الممكن ان يكون لاري قد ذهب الى مملكه الحلوى واستعمل اميره الحلوى كالهام لصناعه زوجته من الحلوى. الامر منطقي، فكيف من الممكن انها تكون حيه؟ ولكن مش بس مع وقت المغامره، ولكن الكرتون علاقه مع كرتون اخر زي الدببه الثلاثه. في حلقه جزيره الجن الالي فلاب جاك وكناكلز التقوا بجن آلي يحقق الاماني. وفي كرتون الدببه الثلاثه من حلقه شيء الهالوين الخاص بتشارلي، شاركت شارلي قصه التقى فيها بنفس الجن الآلي وكان اسمه زهار، وكان تماما زي فلاب جاك اللي حقق هذا الجن اماني، ولكن كانت نتائجه سيئه. من الواضح انه في علاقه خفيه بين الكرتونين اللي بيخلينا متحمسين اكثر لمعرفه المزيد. في النهايه كرتون مغامرات فلاب جاك واحد من افضل العروض اللي اقترح انكم تشاهدوها. الكرتون رائع من ناحيه الرسم والتحريك اللي بيبرز مشاهده جميله. الكرتون مرسوم باليد زي الكرتونات القديمه بتصميم شخصيات مبالغ فيها ونابضه بالحياه. البيئات متنوعه ومليئه بالتفاصيل من ميناء ستورمالونج الملون الى العمق المظلم والغامض للبحر، بالاضافه الى انه معظم الشخصيات في الكرتون ثنائيه الابعاد، ولكن توجد هناك شخصيات كمان ثلاثيه الابعاد، وهذا بيضيف نوعا من الجماليه الى الكرتون. وكمان كان في عنصر بارز وهو دمج الفكاهه مع مواضيع كبيره ومظلمه بالرغم من ان الجمهور المراد هو الاطفال. ومغامرات فلاب جاك تبنى كذلك عناصر الرعب والتشويق مما خلق توازن وتقبل من طرف المشاهدين من كل الاعمار. وبهذا الخليط من الفكاهه والمغامره والعمق قام الكرتون بجمع قاعده جماهيريه وفيه خلال العديد من السنوات، وده الكرتون محبوب بكل العالم وبعالم الكرتون. وكان هذا ملخص كرتون مغامرات فلاب جاك كامل من البدايه للنهايه. اذا استمتعت بالفيديو اكيد ما تنساش الاشتراك والاعجاب وكل هذه الاشياء، والسلام وبشوفكم في الفيديو القادم.